ازيكم حبايبي، ورجعت لكم بفيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض ازاي نعمل كيكه الذره بتاعت اهالينا بتاعت زمان الجميله. يلا بينا نسمي ونصلي على رسول ونشوف المقادير. معانا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، رشه ملح، كوبايه سكر، وبنضرب كويس لحد ما اللون يفتح معانا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنحط رشه فانيليا اكيد عشان البيض طبعا. بعد كده بنضرب كويس وبنبدا ننزل بالزيت بتاعنا. معانا كوبايه الا ربع زيت، ويا ريت يكون زيت نوع كويس يا جماعه، يكون زيت ذره او زيت عباد، اي نوع زيت كويس. وبنبدأ نضرب مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كوباية حليب تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش ساقعة. وبعد كده بنحط كوباية دقيق وننخلها كويس على المكونات وبنبدأ نضرب. ومعانا المكون الأساسي اللي هو دقيق الذرة. دقيق الذرة ده طبعا كلنا عارفينه. وبنبدأ نحط كوباية ونص من دقيق الذرة، وبنحط وبيكنج باودر او معلقة ونص كبار من البيكنج باودر، وبنضرب يبقى القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام خفيف شوية لان دقيق الذرة بيشرب السوائل. وبنحط طبعا في الصينيه بتاعتنا، الصينيه اللي هي المتوسطه او الكبيره، بيبقى عندنا 3 صواني. بنحط في اي واحده فيهم، وبنحط على درجه 180 درجه لمده 40 دقيقه، وبيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبالف هنا وشفا على قلبكم.